شارة الكابتن أو قائد الفريق في كرة القدم تحديدا يعني، وفي جميع الألعاب. المفروض إن ده بيبقى عنده مسؤولية، ده تكليف مش تشريف. بيبقى مطلوب منه إن هو عمليات تنظيمية داخل الفريق وداخل أوضة اللبس وفي الملعب لو هو موجود في الملعب، وفي نفس الوقت في الأدوار اللي بين الإدارة والمدرب الفريق واللعيبة، ولو في مشاكل بيحاول ان هو يحلها. في ناس كتير بتعتقد انه يعني شارة الكابتن دي ان هو خلاص بقى مميز، بقى ليه حقوق زيادة، مع ان العكس، لان هو كده بقى عليه واجبات اكتر ما هي حقوق. وفي نفس الوقت مش من حقه ان هو يتكلم مع الحكم بطريقة غير لائقة. حتى التعديل الجديد في قانون الكورة بيقول ان الحكم بينادي على قائد كل فريق، كابتن كل فريق يعني موجود من الفرقتين في المباراة، بالذات لما بيكون في مشاكل او عايز يبلغهم حاجة او الفار عطل او الحاجات دي. مش هيبقى في امتياز معين لكابتن الفريق انه يتكلم. كان زمان ما كانش كابتن الفريق بيلبس شارة، وده الحقيقة كان بيبقى افضل. كان الحكم بيبقى عارف خلاص قبل الماتش رقم 10 رقم 8 4 اي حاجة. انما دلوقتي بقى في مشاكل، ان في حتى في الناشئين والبراعم. انا شفت في بعض فرق البراعم اللي عندهم 8 سنين بيقعدوا يقولوا لا مين الكابتن وده نمرة 1 ونمرة 2 و3. ده شيء مش مظبوط، لانه كمان بيفقد بقية اللعيبة اللي موجودة في الفرقة المسؤولية. خلاص هو احمد هو الكابتن يبقى خلاص. لا، المفروض ان احنا بنعلمهم ان كلنا مسؤولين، وان موضوع الكابتن ده مجرد موضوع بيبقى عليه مسؤوليات واعباء. عايز شخصيات معينة، لازم يبقى ليه شخصية معينة اللي يقدر يعمل الكلام ده. وطبعا المفروض ان احنا بالنسبة للفريق الكبار، الدوري الممتاز في كأس العالم، بيبقى زي ما قلنا هو بيبقى حتى مدرب جوه الملعب وبيحل المشاكل. مش مسألة ان هو حاطط شارة على كتفه وخلاص.